الكرنب وتخزينه، يا مجالي اسئله كتير جدا عن تفريز الكرنب، رغم ان امي حبيبتي الله يرحمها عملته بطريقه حلوه جدا. انا هعيده تاني عشان خاطر الحبايب، هعرفك ازاي تخزني الكرنب من غير ما يجلد منك ولا يسود منك ولا يتهري منك، ويفضل معاكي زي الفل لغايه اخر ورقه. بصوا شايفين اللي في الحله ده كان كرنب متفرز من السنه اللي فاتت، والله العظيم يا جماعه انا كنت عامله لكم الحلقه دي الاسبوع اللي فات، نزلتها او تقريبا من اسبوعين. بوريلكم بستعرض لكم ان هو طلع معايا بالطريقه دي، يعني تحس ان انت لسه شاريه كرومبه طازه. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. انا جبت الكرومبايه زي اي واحده كده حلوه جميله ست مصريه، بتقورها من النص كده وبتشيل الراس بتاعتها. طبعا الراس دي في ناس بتستخدمها في السلطه، في ناس بتعملها في المخللات، يعني براحتك خالص. شلت بقى طبعا الورقه الخضراء، وهبتدي بقى هعمل طريقتين. طريقه يا اما اعمل الكرومبه كلها اسلقها بحالها علشان خاطر حبايب طلبوا مني الحركة دي، وطريقة تانية اللي هي السهلة للبنات ان انا بقطع كده من عند العرق بتاعها واطلع ورقة ورقة بالراحة، تسيسيها خالص عشان ما تتقطعش معاكي. خلاص. هو للاسف انا ما نزلتش انا اللي اشتريت الكرنب ده، للاسف الراجل جابهولي الخضراتي، وانا صراحه زعلت معاه جدا. جايب لي كرنبه كلها عروق. طبعا يفضل الكرنب اللي انت هتفرزيه ما يبقاش عروق ومضغوط كده في بعضه. الثلاث كرنبات والله بعت جبت كرنبه كمان ثالثه، لقيته جايبها لي بنفس الوضع، يقول لي معلش اصل شارب ميه. المهم ما علينا، انا بعرفك تجيبي الورقه السرحه الحلوه كده اللي بتبقى ما فيهاش عروق ولا متداخله مع بعض وتبقى جميله. قطعت الورق، جبت بقى ميه، الميه بتاعتي احط فيها شويه سكر زي ما انتم ما شفتوا، وشويه ملح صغيرين وشويه كمون. خلاص. دول حوالي 6 7 ورقات كده انا نزلت بيهم في الميه بتاعه الكرنب. خلاص كده لغايه دلوقتي متفقين. سيبك من اللي بيقولك ما تحطيش ملح، سيبك من اللي بيقولك ما تحطيش سكر، لا والله الملح والكمون والحاجات دي بتحافظ عليه وما بتخلوش يجلد على فكره يعني. خلاص. انا نزلت كمان بشويه حليب صغيرين كده عشان يخلي لونه فاتح، واحنا مش هنسيب فيه الحليب من غير ما نشطفه عشان ما يزنخش، لان انتوا عارفين الحليب مع التفريز ممكن يعمل ريحه. عايزه تستغني عن الخطوه دي ماشي، لكن الحليب مع السلقه دي، شويه الحليب الصغيرين هيخلي لي لون الكرنب ابيض، مش هيسود مني خالص. نزلت بقى بالكرنبايه التانية اللي انا قورتها بس كده علشان اوريكم الطريقتين. اول حاجه بنزل بيها على الناحيه اللي انا قورتها بيها يا دوبك دقيقه، يعني بحيث الميه تضرب في النص كده، وبعدين هروح بقى قلبها بقى على ظهرها بقى كده. خلاص. انا عامله لكم اهو بالتصوير البطيء عشان تشوفوا. هسيبها كمان دقيقة وهبتدي بقى هي هتحل على بعضها كده، هتفك يعني من المية السخنة، واطلع بقى ورقة ورقة. شوفوا الورق كله عروق ازاي، يعني ربنا يسامحه، بس هو كان زي السكر، كان مسكر جدا جدا صراحة، يعني الواحد بقيت اغسل كده وادوقه وهو ني كان زي العسل. خلاص. تطلعي ورقة ورقة كده. طبعا الكرنب ده يفضل ما يبقاش للتفريز يا جماعة، عشان كده انا ده ان شاء الله هستخدمه قريب بسرعة بسرعة، وهبقى اجيب التاني بقى، هبقى انزل انا واجيب بنفسي بقى الكرنبة اللي انا الحلوة الجميلة اللي احنا متعودين عليها ان احنا بنفرزها، اللي ورقها سارح وما فيهاش عروق كتير كده وتبقى جميلة كده. دي شاربة مية كتير قوي يعني. خلاص. هنبتدي بقى نعمل الحركة اللي احنا متعودين عليها، ان احنا نغسله. دايما ماما كانت تغسله بعد السلق، اولا بتحوش الريحه اللي مش كويسه فيه، وتاني حاجه بتحوش لو في بعض الحشرات اللي بتبقى في الورقه، تالت حاجه بنشيل اثار اللبن او الحليب اللي احنا سلقنا فيه. احنا حطينا شويه حليب صغيرين جدا، يعني حوالي معلقتين كده خلاص، يعني مش كتير، ربع كوبايه كده. خلاص. هبتدي بقى اشطفه تحت الحنفيه وارص الاخضر على جنب والابيض على جنب. تعالي بقى لطريقه التقطيع اللي هتسرع معاكي. بجيب الورقه متنيه نصين كده، بحاول اجيب المقاسات اللي زي بعض، والاخضر اللي مع بعض او الابيض مع بعض، عشان يسهل لي في الاطباق، يبقى الطبق عندي مشكل اخضر وابيض. هقطع العروق كده بالطريقه دي كده، دول حوالي 5 6 ورقات، وهقطعها بالطول كده علشان خاطر تسهل معايا لما اقطع الورقه. في ناس بتلفها رول، انا بحب اقطعها بحيث اخد على طول وحشي، تبقى على طول سريع سريع. تمام. ادي الورق، بصوا كله ما شاء الله سوا واحد وفي منتهى الجمال اهو. تمام. بشيل بس الاطراف دي عشان الورقه بتاعتي تبقى كلها مظبوطه. بصوا كراسه، ورق كراسه اهو. برضو هنعمل واحده تانية، هنقطع بقى العروق كده من الجنب. خلاص. وهبتدي بقى اخدها بقى ممكن بميل كده اهو بالطريقه دي،
وهقطع بقى الحرف الاولاني ده، ايوه اللي كله عروق، وهبتدي احطها كده، بتنزل كلها معاكي مع بعض وما تاخدش معاكي وقت وسريعة جدا اهي. انت بقى يا حبيبة قلبي تطلعي قبل ما تحشي الكرنب، تطلعيه يا دوبك هو متلج، تروحي جايبة طبق فيه مية وتحطيه فيه وتشيليه بسرعة في المصفى، هيفك التلج منه وهينعنش كده معاكي وتحشي بألف هنا. عمر ما في كرنبه بفضل الله جلدت معانا ولا اسودت معانا ولا الحاجات اللي بنسمعها دي، وطول عمرنا بنحط الملح وبنحط الكمون. السكر والحليب ده صراحه مستحدث وجربناها انا وماما ولقيناها حلوه. ادي بقى الكرنب معايا، رصيت الصف الاخضر لوحده والصف الابيض لوحده، وتخزني وتطلعي وبألف هنا وشفا. وما تنسونيش في كومنت حلو زي قلبكم، وعملت لكم الطريقه اهي بتاعه تفريز الكرنب. انا لقيت الورق بعد ما اتسلق خلاص جميل، فعيني زغللت ان انا هسيبه بقى للموسم كله، مش هطلعه اخلصه دلوقتي. يلا بقى ما تنسوش اخواننا بالدعاء، اهل غزة ربنا ينصرهم ويحفظهم ويثبت اقدامهم ولا يرينا فيهم سوء. وما تنسوش تشيروا الحلقة لو عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقتي والمعلومات اللي قلناها. واترككم في رعاية الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اغلى واحب اخوات ليا.